تخيل انك عايش في واحدة من اعظم المدن في التاريخ واللي هي مدينة روما، وفجأة وفي ليلة من ليالي سنة 64 ميلاديا المدينة كلها تولع. بس في البداية محدش كان يعرف ان اللي بيحصل ده هيغير تاريخ الامبراطورية الرومانية لحد النهاردة. النار بدأت تنتشر شارع ورا شارع وبيت ورا بيت، وفي ساعات قليلة بس روما اتحولت لجحيم. وفي وسط النار والدخان ده جه السؤال المهم، هو مين اللي ولع في روما؟ وبعدها ظهر اسم واحد بس، نيرون، اللي الناس بتربطه بأشهر حريق حصل في التاريخ. ولكن هل فعلا نيرون هو اللي حرق روما، ولا دي كذوبة الناس طلعتها وصدقتها؟ علشان نفهم اللي حصل لازم نرجع للحظة قبل الحريق. روما في القرن الأول كانت بتعتبر مدينة ضخمة بشكل مجنون، وبرغم قوتها وثروتها وكمان لأن الحلو ما بيدومش، لو حصل فيها حريق في ساعات قليلة بس الدنيا كلها تولع. وده لأن الشوارع ضيقة والبيوت كلها جنب بعض، وكمان البيوت معموله من الخشب. وفي ليله 18 او 19 يوليو سنه 64 ميلاديا بدات النار تقرب من منطقه سيرك ماكسيموس، واللي هي تعتبر واحده من اكبر الميادين في سباق العربيات. في البدايه الناس كانت بتحاول تطفي النار، لكن النار كانت بتتحرك بسرعه شديده، وكمان الرياح ساعدتها انها تتحرك في كذا اتجاه. الناس كلها بدات تهرب، وفي اللي بيحاول ينقذ عيلته، وفي اللي بيحاول ينقذ اطفاله، وفي اللي بيحاول يجيب اي حاجه من البيت قبل ما يحصل له حاجه. لكن بعد ده كله في مشكله تانية ظهرت، والمشكله دي هي الحراميه. ومع انتشار الحريق في اخبار طلعت بتقول ان في حراميه استغلوا الحريق ده علشان يسرقوا البيوت. الحريق الاول فضل موجود حوالي كذا يوم لحد ما ناس اتاكدت ان هم سيطروا على الحريق. النار بدات تاني لحد ما وصلت لليوم التاسع، ومن اصل 14 منطقه في روما 4 مناطق بس هم اللي نجوا من الحريق. وهنا ندخل على الشخصيه اللي ارتبط اسمها بالحريق لحد النهارده، وهو نيرون. نيرون كان امبراطور روما، وصل للحكم سنه 54 ميلاديا وهو لسه شاب، وفضل حاكم روما لحد سنه 68 ميلاديا. بس نيرون ما كانش امبراطور عادي، كان عنده هوس بالفن والمسرح والموسيقى، وهو دايما كان بيحب يظهر قدام الجمهور. لكن دي كانت مشكله كبيره في امبراطوريه روما، لان الملك بتاعها لازم يكون رمز للقوه والهيبه. نيرون كان شايف نفسه فنان، وكمان كان بيحب سباق العربيات، لدرجه ان في بعض الناس في روما بقت بتبص له باحتقار. لكن بعد كل ده مفيش دليل ان هو اللي حرق روما. وبعد ما الحريق طلع في ناس كتير شكت ان نيرون هو اللي حرق روما، بس هيكون ليه؟ ظهرت كذا روايه، وفي واحده من اشهر الروايات بتقول ان نيرون كان عايز يهد روما القديمه ويبني روما جديده بالشكل اللي هو عايزه. في ناس تانية ربطت الحريق بان هو عايز يبني مجمع ضخم. بس هنا لازم نقف، لان دي كلها روايات او اقتراحات تاريخيه. اقصد يعني مفيش كاميرا او تسجيل بيقول ان نيرون هو اللي امر بالاشتعال. مرحله تانية وهي ان نيرون كان بيعمل ايه وقت الحريق. الروايات كترت في الموضوع ده، بس في حاجه الناس كلها تقريبا صدقتها، وهي ان نيرون وقتها كان بيعزف موسيقى وكان واقف بيتفرج على روما وهي بتحترق. تاسيتوس مثلا اللي هو المؤلف المشهور بيقول ان نيرون رجع روما واتخذ كل الاجراءات علشان يساعد الناس اللي اتضرت في الحريق. ونيجي هنا لنقطه مهمه، هي ليه الناس اتهمت نيرون؟ تخيل نفسك مواطن روماني، بيتك اتحرق، فلوسك راحت، حتى المدينه اللي انت عايش فيها اتدمرت، والامبراطور اللي المفروض يحميك واقف بيتفرج او بيعزف حتى الموسيقى، وكمان اسمه بدأ ينتشر في الناس اللي عملت الحريق. وطبيعي جدا ان الشائعات تنتشر. لكن نيرون فعلا كان شخص مثير للجدل، لان هو شخصيه مثيره للجدل كان بالنسبه لناس كتير ان هم يصدقوا اسوأ حاجه عنه. وبعد الحريق الاشاعات دي ما اختفتش، بالعكس دي اتحولت لازمه تاريخيه. ونيرون كان عايز يعمل حاجه واحده بس، وهو ان يلاقي حد يتحمل المسؤوليه. وبعد ما دور ما لقاش غير اسم جماعه واحد مكروه نسبيا في روما كلها، وهم المسيحيين. حسب روايه تاسيتوس نيرون حمل المسيحيين مسؤوليه الحريق، وده سبب يخلي المؤرخين يتعاملوا بحذر مع التفاصيل. لكن روايه تاسيتوس بتقول، الروايه الاشهر في الموضوع ده، ان المسيحيين اتعرضوا لظلم بطريقه وحشيه جدا، في منهم اللي اتعدم، وفي منهم اللي اتصلب، وفي منهم اللي اتقتل بطريقه وحشه جدا قدام الجمهور. وهنا نيجي للسؤال اللي حير المؤرخين، هل نيرون فعلا هو اللي امر باحراق روما؟ الاجابه لا، او محدش يعرف اصلا. لكن المؤرخين عندهم سبب قوي يخليهم يشكوا في الروايات الاخرى او الروايات الشعبيه. روما كانت عندها قابليه شديده للحرايق، والحرايق كانت متكرره فيها. وهنا نيجي للمفارقه الغريبه، نيرون بعد الاشتعال بدا يغير في روما ويعيد بناء روما بشكل جديد. لكن في نفس الوقت نيرون بدا في بناء واحده من اكبر المشاريع فخامه في تاريخ روما، وهو الدوموس اوريا او البيت الذهبي. هو مجمع ضخم عباره عن حدائق وقاعات ومساحات هائله، وده زود الشكوك حوالين نيرون. الناس بدأت تقول اهو المدينة اتحرقت ورايح يبني قصر. ومع مرور الوقت صورة نيرون بقت وحشة قوي، اتقال ان هو قتل امه، واتقال ان هو قتل مراته، واتقال ان هو بقى مهووس بنفسه.
وبعد موته سنة 68 ميلاديا نيرون بقى رمز للفساد والجنون. وفي النهاية هل نيرون هو الامبراطور فعلا اللي حرق روما، ولا ده كان امبراطور سيء السمعة وقع في قلب واحدة من اخطر الكوارث في التاريخ؟ يمكن المؤرخين مختلفين في الإجابة، لكن الشيء المؤكد فعلا هي ان النار كلت روما والأكذوبة كلت نيرون. وبس كده وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفك فيديو جديد. سلام.